ما حكم بقاء الزوجة في بيت زوجها بعد طلقة واحدة؟ يجب أن تبقى في العدة، ويحرم عليها أن تخرج، ويحرم على زوجها أن يخرجها، لأن الله تعالى يقول في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حتى إذا أراد الزوج الرجعة، لأن الزوجة موجودة عنده. لكن إخواننا الآن اللي يطلعها من البيت، تروح عاد هناك تمسكها الزوجة أمها ولا عاد تخليها تجي إلا بكذا وكذا وكذا. وأنا أذكر واحد من الإخوان وداه، يطلع في نصف الليل، يحسب أنها رجولة، عصى الله وأخرجها في نصف الليل. راحت أمها قالت: مطلع بنتي في نصف الليل وجايين بها لراميها، والله ما ترجع عندك إلا ب20,000. يا بنت الحلال، ذا ما رجعت بصرك، رح يا معودت يا مجاني يا شيخ يا شيخ. قلت له: أنت هجل مزعلنا أمها؟ قال لي: مزعلنا أمها. قلت: عاد خلاص زعلت أنت أمها، الله يعينك عاد على تبعات الزعل. ولا لو أنت مخليها في بيتك كان حليت مشكلتك أنت ويا زوجتك خلال أيام. لكن الشيطان هكذا. وأحيانا بعض الناس من يوم يطلق يصبح يروح ياخذ صك، ثم يكذب في الصك، يقول له القاضي: هذه أي طلقة، واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة؟ يقول: هذه الثالثة. متى؟ قال: قبل شهر وقبل شهرين. ثم يندم، يجي يقول: أنا كذبت. وبعضهم يكذب بعد، يجينا يقول: أنا والله ما طلقت إلا واحدة، بس القاضي كتب علي. ما بالقاضي كاتب عليك، القاضي ما يكذب. أنت اللي رايح عندك الحين وأنت زعلان ومنرفز. ولا المفروض أن الإنسان إذا طلق ما يروح للمحكمة لين يروح الزعل ويجلس ولين تقارب العدة تنتهي. إذا جت العدة بتنتهي بعد شهرين وزيادة وهو خلاص سامح، يروح يكتب صك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ عبد